السباق يأخذ خط مستقيم، السرعة اللامتناهية التي يتمتع بها لحسين ومعاي حسين. اكتب يا حسين، اكتب يا حسين بالخط الأزرق. المغرب في المقدمة، المغربي الحسين العزاوي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ربنا يحميك. روح يا بني، اعدي واجتاز وادخل بالطريقة المريحة وحذاري من الإصابة لا سمح الله. الحسين العزاوي المغربي الذي يدخل بطريقة ممتازة، ينهي هذه السلسلة، سلسلة أقوى أجمل أروع على مستوى العالم، الماراثون الذهبي ومركز أول عن جدارة، عن مهارة، عن شطارة. والله المتميز الحسين العزاوي، العداء المغربي القوي الذي يفوز بالترتيب العام، يفوز أيضا بهذه الجولة الهامة. اسمك جميل يا الحسين العزاوي من المملكة المغربية، والله إنجاز، والله أيام الأساطير في ألعاب القوى المغربية. سعيد عويطة، هشام القروج، خالد سكاح، إبراهيم أبو الطيب، نزهة بدوان، هناك فاطمة الزهراء، كذلك الأسماء نوال المتوكل، والله أسماء، والله أسماء عادل الكوش، عبد العاطي إيجيدير، أسماء لن تنسى في تاريخ ألعاب القوى المغربية. أيضا أسماء نعتز ونفتخر بها: نور الدين مرسلي من الجزائر، حسيبة بالمرقى من الجزائر، نورية مراح من الجزائر، توفيق مخلوفي من الجزائر، جمال سجاتي الآن من الجزائر، كذلك هناك غادة شعاع من سوريا، أيضا معتز برشم من قطر، أسطورة من أساطير الوثب العالي على مستوى الرجال. والله أبطال لهم كل المحبة والتقدير والاحترام. هنا بطلنا، هنا نجمنا، هنا المغرب. تحيا المغرب. الحسين العزاوي المغربي في الطريق لنهاية السباق، سباق المغرب. الذهب للذهب، الذهب للذهب. اكتب يا حسين، الذهب للمغرب. والحسين العزاوي من المملكة الشريفة مركز أول عن جدارة، عن مهارة، عن شطارة. يسجد شكرا للمولى عز وجل، يشكر لله سبحانه وتعالى، يقرأ الفاتحة، سجدة الأبطال، سجدة المنتصرين إن شاء الله دوما موجودة وحاضرة. ألف مبروك هذا الإنجاز للمغرب، للبطل الحسين العزاوي صاحب المركز الأول، سواء على مستوى نهائي الدوري الذهبي هنا في سويسرا أو على مستوى الترتيب العام كمركز أول عن جدارة واستحقاق. بمعنى المركز الأول 300 نقطة تضاف ل 700 نقطة، ينهي ب1000 نقطة. ما شاء الله عليك يا الحسين، ما شاء الله عليك يا الحسين العزاوي. ومعي هنا حسين زريكات. واكتب يا حسين هذا الإنجاز في موسم 2024 نهائي الدوري الذهبي للماراثون. هنا النتيجة، هنا الانتصار، هنا التفوق، هنا المعالم، هنا الإنجاز، وهنا الانتصار. حسين شكرا لك على هذه المتابعة وعلى هذه المعلومات. شكرا أخي. إذا نبقى مع هذه اللقطات للحسين العزاوي الذي نفرح بإنجازه، نفرح باحتلاله المركز الأول على مستوى النهائي، كذلك على مستوى الترتيب العام.